هذه القصيدة إهداء ورد جميل من الابن علي بن محمد آل سلطان إلى العم ورجل الأعمال المعروف الشيخ ناصر بن مهدي السلطان لمواقفه الطيبة معه. أداء المنشد عبد الله آل مسعود. هابوا ورحبوا أهلا وسهلا وكلمة تام، وابو مجلس ما قفله دون ضيفانه، لا مني ذكرته في المواقف جلت الهام، تصير الصعايب سهلة بين ذرعانا، على نايف من بين روس النوايب جنب فعله وفعل ابوه وفعوله جدانه، وبيني وبينه عرق جدور وضد عروق تسلسل بالنواميس مليانه، ابو ابشر وحضر وطيب وهاك وسم، وابو مردت من صادق الجود صنيانه، وابو ارحب واهلا وسهلا وكلمة تم، وابو مجلس ما قبله دون ضيفانه، لا مني ذكرت في المواقف جلت الهم، تصير الصعايب سهلة بين ذرعانه، سلامي عليه اعداد روس الجبال الشم عدد ما سار برقه ومهل ودانه، جمايله فيني مثل بيض الجبال الصم تعبني بجوده وطيبه وبإحسانه، ما عمره سألني كم رصيدك وتبغى كم يحول كما غث سقى الأرض ودانه، هذا ناصر السلطان عمي لا شح الجم ورته مثل ما يرد العد عربانه، نعم تاج راسي عزوتي وانزاهني سمى جيله مثل سفن على روس عدوانه، علي اللزم لو كل عم مثاله عمه كانت تقام الراعي الدين ديانه، علي اللزم لو كل عم مثاله عمه كانت تقام الراعي الدين ديانه، على نايف من بين روس النوايب جنب فعله وفعل ابوه وفعوله جدانه، وبيني وبينه عرق جدور وضد عروق تسلسل بالنواميس مليانه، ابو ابشر وحضر وطيب وهاك وسم، وابو مردت من صادق الجود صنيانه، وابو ارحب واهلا وسهلا وكلمة تم، وابو مجلس ما قبله دون ضيفانه، لا مني ذكرت في المواقف جلت الهم، تصير الصعايب سهلة بين ذرعانه، سلامي عليه اعداد روس الجبال الشم عدد ما سار برقه ومهل ودانه، جمايله فيني مثل بيض الجبال الصم تعبني بجوده وطيبه وبإحسانه، ما عمره سألني كم رصيدك وتبغى كم يحول كما غث سقى الأرض ودانه، هذا ناصر السلطان عمي لا شح الجم ورته مثل ما يرد العد عربانه، نعم تاج راسي عزوتي وانزاهني سمى جيله مثل سفن على روس عدوانه، علي اللزم لو كل عم مثاله عمه كانت تقام الراعي